ده اكتر موبايل فئه متوسطه اتطلب مني الفتره اللي فاتت كلها في الكومنتات. ايوه يا جماعه ده الاونر 100 برو. طبعا خلاص بقى بعد الاونر 90 والنجاح الساحق اللي عمله، اونر نزلت الاونر 100 برو بديزاين غريب جدا ومختلف عن اي موبايل تاني في الدنيا دي. بجد ديزاين مش مفهوم. بص والله احنا هنعمل حاجه كده ايه معوجه فاهم، وشكل الكاميرات برده تحسه غريب كده، ولا هو دائري ولا بيضاوي ولا مستطيل، يعني هو واخد اضلاع كده وحاجات شكل غريب فعلا، وحتى نصه جلد ونصه ازاز فاهم. مكلفين في الديزاين هم الصراحه. فخلينا نتكلم كده عن تحفه اونر الجديده. وكالعاده فيديو النهارده هنتكلم عن كل عيوب ومميزات وسعر الموبايل، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي تقدر تشتريه، وهنجرب كل حاجه فيه. قبل ما نبدا في اي حاجه طبعا لايكك الجميل، ولا بينا نفتح العلبه مع بعض ونشوف محتويات العلبه. اوكي معانا هنا دبوس سيم كاردز. تبص هنا كده هتلاقي عندك جراب سيليكون شفاف جميل جدا، معاك ورقه واحده كده صغيره خالص فاهم، بس كده يا باشا بيوصف لك الزراير بتاعت الموبايل حرفيا، مش عارف ايه ده بس هي دي بس كده. حلو والله ان هم ما بيحطوش بقى ورق كتير والشغل ده. تفتح هنا مع بعض كده هتلاقي عندك كابل شحن عادي جدا كويس، معاك هنا راس شاحن 100 واط يا معلم. دي حاجه ما شفناهاش قبل كده من اونر تقريبا، يعني انا مش فاكر ان في موبايل من اونر انا جربته كان بالراس شاحن اصلا يعني معديه 70 واط، فدي حاجه كويسه جدا. 100 واط يا معلم موجود هنا على بطاريه 5000 ملي امبير اور في الموبايل. سرعه شحن 100 واط على بطاريه 5000 ملي امبير يشحن لك الموبايل ده من 0 ل 50% في 10 دقائق بس. وعلى فكره بيدعم سرعه شحن وايرلس 66 واط. سرعه شحن 66 واط وايرلس دي حاجه بجد مش طبيعيه يا جماعه. الموبايلات الثانيه بيدعم بالكابل مثلا 50 واط 66 واط 67 واط، لا ده وايرلس اصلا تحطه كده يشحن وايرلس بسرعه 66 واط. بجد الفلاج شيبس ما بتوصلش لسرعه الشحن دي اصلا. وعندك هنا ريفرس تشارج، انه ممكن الموبايل ده يشحن موبايلات ثانيه بسرعه 5 واط عادي، عشان لو عايز تعطف على اصدقائك مثلا ولا حاجه، عايز تجيب موبايل وهيفصل شحن ولا حاجه، قول له تعالى اوصل لك موبايل هشحنه لك كده جدعانه فاهم. لا وبيشحن ريفرس وايرلس تشارجنج، يعني ممكن ده يشحن الايفون مثلا وايرلس على ظهره كده. تعال نجربها مع بعض دلوقتي. تعال بقى نفتحها كده من السيتنجز جوه. تلاقي عندك هنا اوبشن في السيتنجز وبعدين باتري وايرلس ريفرس تشارجنج، قول له اوكي. حط الموبايل ده على ظهره تا 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 تا. الايفون بيشحن عادي جدا من ظهر الموبايل ده عادي جدا شحن وايرلس. طبعا الميزه دي اصلا مش موجوده في الايفون نفسه، يعني الايفون ده ما يعرفش يشحن الموبايل ده، لكن الموبايل ده يعرف يشحنه عادي جدا، فدي حاجه جامده قوي الصراحه. بيشحن معاك وايرلس من 0 ل 100% في 42 دقيقه، والله رقم مش منطقي اصلا. طبعا عزيزي المشاهد ان لم تدعس اللايك حتى الان فاعلم ان الشيطان قد منعك، لان يعني معلش مجهود محطوط في الفيديو بتاع، انت مش عايز تدعس اللايك ليه يعني مش فاهم. انا انطباعي الاولاني كده اول ما شفت الموبايل قلت انا حاسس ان في عك. انا بكلمك بجد والله، اللي هو ايه بقى الحوارات دي كلها فاهم، ظهر جلد على ازاز على خط سيلفر كده ماشي، ديزاين كاميرات متنطور كده، واحده فوق هنا واحده هنا كده واحده في اليمين، يعني فاهم الدنيا مهرجله كده. بس عارف لما اديت وقته كده حسيت اللي هو طب ما يا جماعه ده ديزاين مختلف، احنا بنجرب موبايلات كتير جدا في السنه، فلما يجي موبايل بديزاين مختلف عن باقي الموبايلات دي حاجه المفروض نشيد بيها. انا عاجبني قوي فكره ان انا اول ما اشوف الموبايل ده انا هقول ان ده الاونر 100 برو فاهم، انا عرفته خلاص من غير ما حد يتكلم كتير. دي حاجه عجباني، ده ديزاين مختلف، ده ديزاين مصروف عليه. لو بتتكلم على خامات فالموبايل بريميوم قوي، الظهر اللي من الجلد هنا ده ملمسه خطير جدا ما بيبصمش. عندك هنا ظهر من الازاز ملمسه ناعم قوي ولكن بيبصم، في بصمات بتظهر كده قشطه، يعني اي ظهر ازاز بيعمل كده. بص الحواف انا حاسس انها من البلاستيك، ملمسها غريب كده تحس بلاستيك، بس يعني المفروض ان ده من المعدن يعني، ولكن الموبايل رفيع جدا. ده طبعا كل موبايلات اونر الرقم دي بتبقى كده، هو الاونر 90 الاونر 70 الكلام ده كله، لا موبايلات رفيعه جدا معاك. الموبايل ده مكمل الريكورد برده، هو 8.2 مللي ووزنه 195 جرام، موبايل خفيف جدا في ايدك. موبايل ما فيهوش طبعا مدخل 3.5 مللي للسماعه، عندك هنا مدخل تايب سي. من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي في الديزاين برده ان الكاميرات هنا مش بارزه عن الظهر قوي، عكس اي موبايل تاني بينزل في السعر ده دلوقتي، تحس كاميراته بتبقى طالعه بره قوي كده، ما بقاش مستقر حتى هو على ظهره فاهم. عايزك بقى تتفرج معايا على شاشه الموبايل، واول حاجه هتلاحظها طبعا ان انت عندك هنا كاميرتين مش كاميرا واحده، دي حاجه جامده جدا في السيلفي. والشاشه هنا كيرف طبعا منحنيه الاطراف من كل الجوانب، الحواف صغيره جدا سواء فوق تحت يمين شمال كلها قد بعض متناسقه جدا. الوان الشاشه بقى بتاعت اونر فاهم، شاشات اونر يا جماعه بتبقى دايما حلوه، عامله زي شاشات سامسونج قوي في الحته دي، الوان متشبعه كده، شاشه اوليد بريفريش ريت 120 هرتز، الريفريش ريت العالي اللي متعودين عليه طبعا، مش 144 ولا حاجه يعني، ده موبايل فئه متوسطه فقشطه. شاشه بتعرض لك 1 مليار لون وبيوصل مستوى السطوع بتاعها لحد 2600 نتس، الارقام الممتازه في اي موبايل فئه متوسطه. شاشه ما فيهاش غلطه فعلا، وبجد انا حرفيا حاسس كاني ماسك شاشه. بص كده الحواف صغيره قوي فعلا، موبايل رفيع قوي، بيعجبني قوي الديزاينز بتاعت اونر، بحس ان هم بيكلفوا في الحته دي بيصرفوا. بس طبعا انت عندك هنا زي ما قلت لك كاميرتين، فما عندكش هول بانش واحده، في شرطه كده متاخده من الشاشه عندك، مش عارف انت هتتضايق من حاجه زي كده ولا لا، بس هم هنا كاميرتين فعليتين فانت هتستخدمهم، هنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم عن الكاميرا، ليهم استخدام يعني. بالنسبه للبصمه هنا فالبصمه جايه تحت الشاشه، البصمه الصاروخيه بتاعت اونر ولا فيها اي غلطه باي شكل من الاشكال، بصمه في الرايق منه الصراحه. بص كده، شكرا، تاني شكرا، تالت
صاروخيه حرفيا، ما بتغلطش خالص ومكانها ممتاز بجد، بصمه 10 على 10 ونجمه يعني. طيب المعالج بقى يا معلم، والله عندك هنا السناب دراجون 8 جن 2، معالج 4 نانومتر اوكتا كور، المعالج اللي هو كان اقوى معالج قبل ما ينزل السناب دراجون 8 جن 3. والله مفيش تضحيه في الاداء، مفيش مشكله، مفيش بطء في الاداء، مفيش اي حاجه خالص. المعالج ده كان معالج فلاج شيبس موجود في موبايلات كسر سعرها ال $1000 عادي جدا. انه ينزل هنا في موبايل فئه متوسطه دي حاجه بجد جامده قوي. مع بقى السوفت وير بتاع اونر الماجيك او اس بتاعهم يا جماعه، الواجهه دي سلسه جدا، خفيفه قوي، ومع البروسيسور بصراحه مدياك الاداء اللي انت محتاجه وزياده. كل حاجه كده تلاقيها ناعمه شويه. بص يا باشا، افتح كده الدنيا، ابدا سكرول كده معانا، فاهم؟ ولا اي حاجه، عادي خالص، الدنيا سريعه، كل حاجه بتقفل وهتفتح في تناغم كده، فاهم؟ بص الدنيا عامله ازاي، والله سريعه قوي يعني. حتى الانيميشنز الدنيا كده ما فيهاش تعليقات، ما فيهاش التهنيجات بتاعت شاومي دي، الدنيا في اللذيذ منه الصراحه. كاستخدامك اليومي والحاجات الجميله اللي بنعملها كل يوم دي، الموبايل ده يعني مش هيأثر معاك 1%. وبما اننا بنتكلم عن المعالج لازم نتكلم عن ببجي على طول يا باشا. نفتح ببجي اللعبه المفضله ليا ونجرب مع بعض كده اداء اللعبه عليه. بس طبعا ايه، واحنا بنفتح ببجي كده، لايكك الجميل، سبسكرايبك الجميل، اكتب لي كومنت قول لي عاش حكيم، انا هتبسط جدا والله العظيم يا باشا. التقدير بالكلام مهم برضه، خلي بالك. المهم انتوا يا جدعان عاملين ايه؟ والله العظيم يا جدعان انتوا وحشني، وعايزين والله العظيم نعمل ايه؟ عايزين نرضيكم يعني، احنا عايزين نعمل فيديوهات جامده انتوا تتبسطوا بيها والله العظيم. المهم عندك هنا الاعدادات بتاعت الموبايل HDR وفريم ريت اكستريم او سموث وفريم ريت اكستريم برضه. وعلى الرغم من ان الموبايل ده ينفع يلعب على 90 فريم عادي جدا والمعالج ده يقدر، ولكن هي مش مدعومه يعني. انا مش عارف ليه الصراحه، بس ممكن فيما بعد ينزل له سوفت وير ابديت يظبط الدنيا دي عادي. بس قشطه، هو حاليا HDR وفريم ريت اكستريم اعلى اعدادات، او ممكن تحمل الترا HDR وتلعب عليه عادي. هنلعب على HDR عادي جدا واكستريم ونخش جيم TDM سريع كده. هنسمع صوت الموبايل، صوت سماعات ستيريو مش سماعات مونو، خلي بالك. الاونر 90 لو فاكرين كان فيه سماعات مونو، هنا سماعات ستيريو يا باشا. صوت طالع من اليمتين، وعندك هنا 4 تخرام فوق ولا 5. الفريم بتاع الموبايل ده بلاستيك على فكره مش معدن، ودي حاجه مضايقاني خلي بالك. كان ممكن يبقى معدن يا جدعان، والله كان يبقى احسن. اسمع كده بقى وفتح لي ودانك معايا، اسمع تفاصيل الصوت. يلا بينا في الرايق منه. بص بص بص، يلا ابلع ياض. بس هنموت. ابلع. ده بلعني طبعا عادي جدا، قشطه. يلا بينا نجيب كلايه كمان. انت لسه هتتكلم؟ ابلع. ابلع على طول. اللي بعده. ما جبتش الكلايه دي بس قشطه. الموبايل اداؤه عظمه. ابلع على طول، انت لسه هتتكلم؟ اللي بعده. الموبايل والله اداؤه خطير. حاسب قتلني من ظهري، كان عايز يقتلني. ماشي. اللي بعده. يا لهوي على الكلات يا حكيم 5 6 كلات على عظمه منه. يلا اللي بعده. بس كده حلو قوي النهارده جماعه. حياه ربنا اداء الموبايل عظيم، انا بكلمك بجد يعني. الموبايل في الالعاب مستقر جدا تمام، مفيش لاج، مفيش فريمات بتقع، مفيش دروب فريمز بتحصل معاك، الدنيا سلسه قوي بجد. موبايل يشبع رغباتك كجيمر. باشا بقول لك ايه، اعتمد عادي. بالنسبه لسخونه الموبايل، فانا عايز اقول لك ان دايما تبريد اونر بجد في موبايلاتها عظيم. الموبايل ده ما بيسخنش بسهوله، وعايز اقول لك بقى كمان ان هو ظهره من الجلد هنا فاهم، فالحته دي اصلا ما بتسخنش خالص. عايز اقول لك انت لو في حته سخنت من الموبايل هيبقى في الغالب هنا كده عند الحته الازاز دي، وما بتبقاش بدرجه سخونه عاليه، تبريده حلو. طبعا لو وصلت للثانيه دي في الفيديو فانت اخويا اقسم بالله وحبيبي، وبص الشق كده. فلو بجد وصلت للثانيه دي في الفيديو، انت دلوقتي حالا حط لي يا عم ايموجي اللي هو البرق ده، علامه الكهرباء دي، حط لي الايموجي ده في الكومنتات، انا هعرف ان انت وصلت للثانيه دي في الفيديو، وهعمل لك قلب انا كمان. وبجد ابقى مبسوط قوي ان انت وصلت للثانيه دي في الفيديو. شكرا جدا لكل واحد بيكمل فيديوهات للاخر، دي حاجه بتبسطني فوق ما تتخيل. نتكلم بقى عن اكتر نقطه تقريبا الشركه مهتمه بيها في الموبايل ده، وهي الكاميرات بتاعته، بالذات الكاميرا الخلفيه. هنا انت عندك هنا 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الرئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه تيلي فوتو 32 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل. والثلاث كاميرات دول مترجمين معاك لصور عامله ازاي بقى. انا عايزك تتفرج بجد والله من غير ما اتكلم كتير. باشا الصور اللي بالوان خطيره، معالجه الالوان هنا فعلا ممتازه من اونر، صور شارب مليانه تفاصيل لما تزوم فيها. البورتريه هنا على وضعه ما فيهوش غلطه، فعلا بورتريه عظيم. كمجمل الصور اللي بالكاميرا الخلفيه هنا ما فيهاش غلطه، ما حسيتش معاها اي تضحيه اصلا. الكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات معاك لحد 4K 60 فريم في الثانيه مش 30، ودي حاجه جامده جدا برضه عشان هتعمل سلو موشن ولا حاجه. هينفعك قوي في صناعه المحتوى الموبايل ده فعلا يعني، مع
بطاريته اللي بحجم كبير طبعا فهيديك ساعات كتير جدا من تصوير الفيديوهات، دي حاجه حلوه. يعني مثلا لو بتصور فيديو على يوتيوب ولا حاجه هتصوره في ساعه، الموبايل ده عادي بطاريته تكمل معاك، فاهم؟ بالنسبه للكاميرا السيلفي، عندك هنا كاميرتين سيلفي زي ما قلت لك. كاميرا سيلفي رئيسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه للدبس او العزل يعني 2 ميجا بكسل، وده عشان فعلا السيلفي هنا رهيب، فيه اهتمام كبير جدا. كاميرا 50 ميجا بكسل سيلفي دي ترجم معاك لتفاصيل كتير قوي في الصور عن اي موبايل تاني في سعره. عايز اقول لك السيلفي هنا فعلا باين انه متصور بموبايل فلاج شيب مش موبايل عادي، فاهم؟ يعني انا لما اشوف الصور دي مستحيل اقول ده موبايل فئه متوسطه، ده عادي جدا ممكن يكون طالع من كاميرا موبايل كسر سعره ال $1000، فاهم؟ التفاصيل كتيره، سكين تونز مظبوطه. عاجبني قوي ان انت عندك هنا اوبشنين في الصوره السيلفي، بص كده 8 اكس و1 من 10 اكس، عندك الاوبشنين دول، عدسه واسعه وعدسه ضيقه عشان هتصور مع اصحابك من غير ما تبعد ايدك قوي بقى والكلام ده. البورتريه بتاع السيلفي هنا برده رهيب جدا، بيطلع معاك صور بكواليتي بجد ممتازه. والكاميرا السيلفي هنا برده بتصور فيديوهات معاك 4K 30 فريم في الثانيه مش 60، وده الاوبشن المتوقع اصلا، وكويس قوي ان هم حاطين 4K 30 فريم في الثانيه في السعر ده. وعموما الفيديو اللي طالع من السيلفي وبالكاميرا الخلفيه هنا بجد فيديوهاته حلوه قوي واعتمد عليها لو انت بتصنع محتوى من الاخر، يعني ده موبايل ينفع لصناع المحتوى جدا. بالنسبه بقى للنسخ المتوفره من الموبايل ده، فانت عندك اللون الازرق اللي معانا النهارده، اللون ده انا عاجبني قوي الصراحه. في الوان ثانيه برده صايعه جدا، في لون سيلفر جامد جدا، وفي لون بنفسجي جامد قوي برده، في لون اسود عادي لو انت عايز تجيبه، بس انا ما رجحش الاسود خالص، بس يعني عموما الالوان دي موجوده عادي جدا لو عايز تشتريها. بصراحه اللون الازرق كان في الصور باين احلى شويه، او حاسس ان هو في الفيديو احلى من الطبيعه، مش عارف ليه، حاسس ان هو على الطبيعي كده ايه، مش اللون الازرق المبهج ده، لا حاسه كده درجه من الازرقات مش عجباني، فاهم؟ ده ممكن يكون قالب على تركواز سنه مش عارف، حاسس ان السيلفر هيبقى احلى. ولكن الفكره ان الظهر هنا من الجلد، والبنفسجي اظن ان الجلد، ولكن في نسخ ثانيه مش جلد تقريبا ازاز بس، فانا حبيت ده اكتر الصراحه. النسخ المتوفره بقى يا معلم بتبدا معاك من 12256. 12256 النسخه دي سعرها كام يا عم حكيم؟ سعره بيتكلم في حوالي $460 امريكي. $460 بيني وبينك ده سعر غالي شويه، تمام؟ يعني انا بقول لك انا حاسس ان هو ممكن يتكلم مثلا في رينج ال $400 يبقى حلو قوي. الاونر 90 السنه دي كان نازل، مش عارف بقى انت هتشوف الفيديو ده امتى، بس يعني كان نازل بسعر $400 تقريبا او 300 وشويه دولار، في اواخر ال $300 يعني. الموبايل ده اغلى شويه، ده اظن عشان البروسيسور الموجود فيه السناب دراجون 8 جن 2 فرق كبير جدا في المعالج عن الاونر 90، يستحق زياده اكيد في السعر، ولكن مش $460، لان في موبايلات ثانيه اوريدي جربناها الفتره دي كانت في حدود ال $500 وكان سناب دراجون 8 جن 3. ممكن تشوف الفيديوهات دي كلها من الاي اللي فوق او ترجع لها تشوفها على القناه يعني، ريلمي جي تي 5 برو بقى والون بلس 12 والحاجات دي. بس الموبايل ده اظن متوجه اكتر للتصوير والكاميرات، الموبايلات الثانيه كانت متوجهه اكتر للاداء والمعالج الجديد. بجد لو مهتم فعلا بالتصوير، هو سواء تصوير فيديوهات بقى او صور، بتنزل صور كتير على السوشيال ميديا الكلام ده، الموبايل ده هو موبايلك المثالي دلوقتي فعلا. ككاميرا فيه شغل كبير قوي الصراحه، والنتائج اللي طالعه من الكاميرات عجباني قوي، انا حاسس ان هو موبايل فلاج شيب عادي. بس وده غير بقى ان هو موبايل اصلا خفيف وظريف كده وشاشته لذيذه، فاهم؟ بطاريه كويسه، سرعه شحن عاليه، يعني في مقاومات اصلا الموبايل الناجح جدا اللي يقعد معاك سنين، فاهم؟ وبس يا جدعان دي كانت كل حاجه تخص الاونر 100 برو. انا مش عاجبني حوار اونر 100 برو ده، عايز اقول اونر 100 برو، بس عارف حاسس انها حوار يعني اونر 100 برو، فاهم؟ مش عارف كبير قوي الاسم ده. قولوا في الكومنتس يا جدعان انتوا عايزين نقولوا ايه، اونر 100 برو ولا اونر 100 برو؟ انت انصار ايه؟ وطبعا لو بتشتري اي حاجه من عنون.com فما تنساش تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا حكيم وحكيمو، الكودين دول بيدوك خصم 10% على اي منتج على عنون.com، سواء كنت في نون مصر الامارات او السعوديه، والتوصيل بيكون مجانا لحد باب بيتك. والخصم 10% طبعا بيبقى ليه يعني ليميت، يعني مش مفتوح اكيد، ولكن خصم انت كده كده اولى بيه يعني، وبيبقى زياده على اي خصم اوريدي موجود على الموقع، فانت هتستفاد بخصمين وانت جاي تشتري. وطبعا لو عايز تشتري الاونر 100 برو بافضل سعر في العالم، ممكن اسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الشراء بتاعه، سواء من مصر او من السعوديه او من الامارات او من اي دوله فعلا. اي لينك بتاع اي حد بيبيع الموبايل ده هسيبه لك تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، واكتب لي في الكومنتس تحت رايك في الموبايل ده بكل صراحه، شايف جامد ولا لا؟ وبس كده يا جدعان، شكرا عليكم، تسيبوا لايك وسبسكرايب كبير، وبارك اخر فيديو جديد. بيس.